رمضان كريم، يا رب يعود علينا جميعا الأيام بخير. يلا بينا بقى نعمل أول وصفة رمضانية وهي قمر الدين. هنشوف مع بعض 3 طرق مختلفة لقمر الدين، وفيهم طبعا قمر الدين الاقتصادي، وكمان هنعمل مهلبية بقمر الدين. وطبعا هنشوف العصير اللي أكتر حاجة بيبان فيها قمر الدين إذا كان كويس ولا لأ، وبيبان في طعمه، وهنبقى نشوفه مع بعض. يلا بقى على طول المقادير، بس بعد ما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا 2 كيلو جزر مقطعينهم التقطيع اللي انتوا شايفينها دي، تقطيعة متوسطة. طبعا ممكن تقطعوها أصغر من كده. يلا بقى على طول لو عندك كيس مش مفرزاه، يلا بينا على طول زي ما شفنا مع بعض كده، طلعيه ويلا نشوف الوصفة هتتعمل ازاي. طب لو ما عندكيش مش برضو في طريقة هنعمل بيها قمر الدين الاقتصادي، وكمان طريقة كمان هنعمل بيها قمر الدين الأصلي البيور اللي كلنا بنحبه. ومعانا أول طريقة، دول 2 كيلو جزر مقطعينهم بالشكل ده تقطيعة متوسطة، وضفنا لهم كمية مية ما تغطيش كمية الجزر بتاعتنا، يعني في سوى كمية الجزر أو أقل شوية. خدوا تسوية بالشكل دوت، نص سوا تقريبا أو 3/4 سوا زي ما انت حابة، مفيش مشكلة. بعد كده هنحط كمية السكر، ده نص كيلو سكر. السكر حطيته بعد ما سويته في المرحلة الأولى، وبعد كده هحط معاه كمية المشمش بتاعتنا، دوت كيلو مشمش، هحط كيلو إلا ربع، والربع هنشوف مع بعض. كملي الآخر هنشوف هنعمل بيه ايه، وهيبقى بالشكل ده ويكمل كمية السوا. طيب هنا أنا حطيت ليه المشمش بعد ما سويت الجزر؟ عشان المشمش ده أنا كنت مفرزاه واخد غلوتين كده على النار بكمية سكر، يعني أنا كمان قللت في السكر عشان أنا أصلا ضايفة للمشمش بتاعنا سكر. طب لو انت عندك المشمش مفرزاه من غير سكر أو من غير أي غلوة على النار، مفرزاه كده على طول، تقدري ان انت تحطي المشمش مع الجزر من الأول خالص في كمية مية مساوية لكمية الجزر، وفي نفس الوقت تكوني مقطعة الجزر تقطيعة صغيرة. يبقى كده معانا المكونات كلها من الأول تاخد سوا واحد. يبقى ليكي ان انت تحطي المشمش لو انت مفرزاه وحط عليه سكر واخد غلوة، مفيش مشكلة، الطريقة هتنفع. ولو المشمش مفرزاه من غير سكر ومش واخد اي غلوة، برضو الوصفة هتكون ناجحة معاكي. امشي بس على الطريقة زي ما قلتلك، وان شاء الله تاخدي احلى وصفة لقمر الدين الاقتصادي. وكملي معايا الفيديو للآخر، حتى لو ما عندكيش مشمش هتقدري تعملي قمر الدين الاقتصادي. ايوه زي ما بقولك كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. خلاص قطعناه وسويناه وحطينا المشمش، ناخده بقى على طول على النار ونولع عليه البوتاجاز. مش هنعلي عليه قوي ولا هنوطي عليه، تبقى النار بتاعتنا معقولة، وهنسيبه على البوتاجاز. وانت رايحة بقى وانت جاية كده تقلبيه، تديله تقلبتين، وانت واقفة بتعملي حاجة على البوتاجاز برضو تديله تقلبتين، تبقى عينك عليه. وأول ما يبدأ المية بتاعته تنشف، مية المشمش هتبدأ تنشف، ومية الجزر هتبدأ تنشف، لأنه بيطلع برضو كمية مية معانا. في الوقت ده بقى تخلي بالك عليه، وتقليب مستمر. بمجرد ما المية تبدأ تنشف تقفي جنبيه بقى، ما تتحركيش. احنا شايفين اهو خلاص نسبة المية اللي فيه في مستوى كمية الجزر معانا. يلا بقى على طول نشوف الوصفة التانية بتاعتنا، على ما كمية الجزر والمشمش تبدأ تغلي ونشوف هنعمل فيها ايه، وكله في وقت واحد كده عشان تخلصي على طول. هننزل بربع كيلو المشمش اللي احنا ركناه على جنب في طاسة صغيرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهناخده على النار بعد ما نديله ضربة في الخلاط. احنا عملنا قمر الدين البيور من غير ما نضربه في الخلاط، وكانت طريقته سهلة جدا. شوفوه في فيديو الملبن هينزل لكم على الشاشة دلوقتي، تقدروا تخشوا عليه وتعرفوا الطريقة. ودي طريقة تانية لقمر الدين البيور بس مضروب في الخلاط. طب الطريقة دي هتفرق عن الطريقة التانية ايه؟ هقول لكم، بس بصوا عايزاكم الأول تلاحظوا لون قمر الدين هنا بيبدأ يغمق. أنا مدياله على طول تقليب مستمر، هيبدأ يغمق ويشد، وفي الآخر خالص هيبدأ يدي علامة هنشوفها مع بعض. احنا هنا خلاص مش مدي أي علامة في الطاسة واحنا بنقلب. نقول بقى على طول
يفرق ايه عن قمر الدين البيور اللي عاملينه في فيديو الملبن؟ اللي مضروب في الخلاط اللي احنا شايفينه مع بعض ده بيطول شوية عن اللي مش مضروب في الخلاط، وده أول فرق معانا. وكمان الفرق التاني بيبقى في الملمس ده بمجرد ما بنخلصه وبنلمه بيبقى ملمسه أنعم بعد ما بنفرده، وفي نفس الوقت بيبقى أطرى شوية. لو تلاحظوا كمان هو بيبقى شبيه كمان للملبن وهو بيتلم بعد مرحلة السوى بتاعته. والطريقة الأولى للمشمش اللي عملناه قمر الدين عملناه في فيديو الملبن اللي هو البيور برضو، دوت كان بيتلم كورة واحدة بمجرد ما هو يستوي، وما كانش بيعلم زي ما دوت بيعلم في الطاسة بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض. في فرق كمان هيبقى واضح معانا في قمر الدين اللي مضروب في الخلاط، بيدوب أسرع لما بنبله، لكن اللي بيبقى قطع بما إنه بيبقى ناشف شوية عن القمر الدين ده فبيطول أكتر. طبعا كمية السكر اللي انتوا بتحطوها على قمر الدين انتوا حرين فيها، كل ما كمية السكر بتكتر على قمر الدين أو بمعنى أصح على المشمش اللي بنعمله قمر الدين، ده بيخلي قمر الدين معانا بينشف. هنا طبعا لو تلاحظوا إن أنا مقللة كمية السكر، ما ضفتش سكر، اكتفيت بالسكر اللي كان في المشمش اللي اديته غلوتين قبل ما أفرزه، وكمان عملته في الخلاط، فكده هيبقى طري معانا. ده السر اللي خلاه طري عن أي قمر دين في أي وصفة تانية ممكن تشوفيها. الملاحظة اللي أنا قلت لكم عليها اللي هنشوفها في الآخر في قمر الدين هنا، إن هو هيبدأ ياخد طبقة خفيفة في الطاسة وإحنا بنقلبه بالشكل اللي إحنا شفناه ده، ومجرد ما يبدأ يلم بالشكل ده هننزل بيه على طول على كيس ممسوح بنقطتين زيت، ونفرده طبعا بالمردانة لأنه كان سخن جدا، ما كنتش متحملاه على إيدي بالشكل ده. يلا بقى سبسكرايب لأحلى وصفة قمر الدين بيور. اللفة دلوقتي ب70 جنيه، وكمان ما بتبقاش بيور زي اللي احنا بنعملها في البيت، ولو كانت بيور انت ضامنة النظافة في البيت. كمان اي لفة تانية في قمر الدين اقل لفة ب30 وب40 جنيه. احنا هنا هنعمل قمر الدين الاقتصادي من غير حتى ما نكلفه بتمن اقل لفة في السوق، والوصفة ما تتفوتش، والوصفة دي هدية مني ليكم، يا رب تعجبكم، اتمنى تجربوها. ومعانا طريقتين حفظ كمان هيعجبوكم وهتخزنوه بيه وهنشوفهم مع بعض. وكمان ليكم مني هدية تالتة في وصفة قمر الدين، كمان مش هدية تالتة، دي هتعتبر هدية رابعة، لأن احنا قلنا على طريقتين لقمر الدين، ودي طريقة لقمر الدين الاقتصادي، وهقول لكم ممكن تعملوه برضو بطريقة تانية ازاي لو انتوا مش حابين تعملوا بالطريقة دي وتسهلوا على نفسكم برضو بطريقة تانية عشان تختاري وتختاري. يلا بقى، لذيذة وسهلة، تستاهل منك أحلى لايك واشتراك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، لأن رفع الفيديو ده هو اللي بيرفع القناة. وإن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. وهنا بقى بنشوف الجزر اللي احنا حطيناه على النار مع المشمش مع السكر، ونديله كده كام تقليبة ونشوف أخباره ايه. طبعا المية بتاعتنا بدأت تقل، وانتوا زي ما انتوا شايفين علامتها كده، وطبعا انتوا هتبقوا عارفين كمية المية اللي انتوا حطيتوها وهتشوفوها قلت ازاي. طبعا انا عايزة اقول لكم هنا لو انتوا فضلتوا تقلبوا 3-4 ساعات هيفضل الجزر لوحده والمشمش لوحده، ده لو المشمش كمان ما تهدرش وكأنك ما حطيتيش اي مشمش. فالخطوة دي مهمة جدا، عايزاكم تخلي بالكم منها مع التقليب المستمر. بمجرد ما المية تنشف خلاص على كده تقفلوا عليه تسيبوه يبرد وتدوه بقى كام ضربة في الخلاط ينعم بالشكل ده. طب انا مش عايزة انعمه بالشكل دوت، خلاص تقدري بقى، دي الطريقة اللي انا بقولك عليها الطريقة الرابعة، تقدري تبشريه ويبقى المشمش مع الجزر المبشور. بس الطريقة دي مجرد ما هتعملي الخشاف هتلاقي الجزر باين معاكي. طب نقضي على الجزر ازاي؟ هتديله برضو نص ضربة في الخلاط، بس الطريقة بتاعت بشر الجزر بتبقى اسهل شوية. ليه؟ لان انتي ما بتحطيش مية كتير، ما بتسلقيش كتير، فما بياخدش برضو وقت على النار كتير. طب اما الطريقة دي عملناها ليه؟ الطريقة ديت انا عملتها كتنويع ما بين الطريقة التانية والطريقة دي، تقدري تحتاري وتختاري فيهم، وانا حبيت اوريها لكم لأن الطريقة دي هتعتبر محتاجة تفاصيل أكتر عشان تفهموها وتبقوا شايفينها. طبعا أنا عصرت هنا ليمونة بالشكل ده علشان تربط الخليط بتاعنا، لأن الخليط
سائل بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فاحنا عايزينه يعقد في بعضه ويبقى متماسك. الكمية بتاعتنا هتنقص النص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هي ايوه متماسكة على المعلقة بالشكل ده، بس انا لو ضربتها دلوقتي او عملتها عصير او حطيتها في اي وصفة هتبان زي كده ايه، زي تسبيكة الطماطم اللي بتبقى نص ونص، ما بتبقاش متقصلة. طب انا عايزة اقصلها، هقصلها ليه؟ هقصلها عشان اللون هيغير معايا، في الطعم كمان هيغير ونحس بالفرق، وهيبقى قمر دين اصلي معانا. وكمان في التخزين احنا مش حاطين اي مواد حافظة، مش حاطين اي حاجة، حاجات بسيطة. السكر مادة حافظة، بس بالنسبة للجزر والمية اللي احنا حطيناهم كمية السكر قليلة. طب احنا نقدر نكتر السكر، ايوه تقدري تكتري كمية السكر نص كيلو فرق عن اللي انا حطاه. يعني انا كده عاملة التحلية متوسطة تمام لغاية كده. نشوف بقى مع بعض كده اللون بدأ يغمق، كل ما المية تبدأ تقل وكل ما الخليط بتاعنا يبدأ يتماسك أو يتأصل أو يتسبك، أيا كان كلها نتيجة واحدة. شايفين كمان البقبقة بتبدأ تتقل، كل ده دليل على إن الوصفة ماشية زي ما أنا بقول لكم. عايزين نأصلها، هنبدأ تقليب بالشكل ده. طبعا هنا بقى تخلي بالك من اللون، لو انت حابة اللون مدي على اورنج زي ما احنا هنعمل كده وتغمقيه سنة، يبقى على سن السكينة بالشكل ده نقطة واحدة بس كده او نقطتين لون احمر، وتدوبيهم على طول في الخليط، هيدوب معاكي وهيديكي اللون اللي انت حباه. لو انت حابة اللون الاصفر الذهبي الجميل ده برضو تقدري تخلي اللون زي ما هو، ما تضيفيش اي الوان زيادة. ده على حسب بقى ذوقك انتي في الحاجة وزي ما بتحبيها. تمام كده، هنقلب والحروف هتلاقيها معانا بدأت تاخد لون أغمق، ده علشان الحرارة في الحروف واصلة أكتر من منتصف الحلة، فالتقليب المستمر بيوزع الحرارة على الحلة كلها وعلى الخليط بتاعنا كله، وبيخلي كله لون واحد وسوى واحد وبياخدوا نفس الدرجة. وزي ما احنا شايفين بالشكل ده هنبدأ نقلب تقليب مستمر، ومش هحوش بقى المعلقة من الحلة كده. خلاص المرحلة دي أنا هفضل أقلب على طول. أنا هنا بوريكم السمك بتاع الخليط بتاعنا، كل ما بقلب وعلى النار بالشكل ده بيبدأ يتقل ويأصل معانا زي تسبيكة الصلصة بالظبط. الكمية هتقل معانا النص زي ما قلت لكم في الأول، وهنشوفها برضو مع بعض. وكل ما بنقلب كده كل ما اللون بيغمق. طبعا لو لقيتوا قطعة ما اتضربتش مفيش أي مشكلة، تقدروا تاخدوها بالمعلقة وهيبقى عادية خالص مفيهاش أي حاجة. الحفظ بتاعنا للخليط دوت بعد ما الخليط بيبرد خالص بنبدأ نحفظه في أكياس، في بطرمانات، زي ما انت حابة. حابة ان انت تحفظيه كل مرة تشيلي فيها في بطرمان، في كيس على قد المرة اللي انت هتستخدميها، يوم بيومه او حتى اسبوع باسبوع مفيش مشكلة. حابة تعمليها كلها ببطرمان واحد وتاخدي بمعلقة ناشفة والحفظ يبقى محكم وما يخش لهاش هوا، تمام. طب انا دلوقتي هاخد منها يعني ما هو هيخش لها هوا، لا انا بحط كيس وبقفل عليها حلو قوي وبقفلها تاني بعد ما باخد عشان ما يخش لهاش هوا. وهنشوف مع بعض اللي احنا عملناه هيبقى شكله ازاي. ادي كده خلاص اتأصل معانا. الكمية طبعا قلت النص بالشكل ده، بس هو اتأصل وبقى مركز معانا وهيعمل لنا لفة قمر دين أحلى من اللي بنجيبها من بره 100 مرة. أدي شايفين اللون والنظافة والطعم، وهنعملها عصير وهنعملها لفة وهنعملها في البطرمان، وهنعمل منها مهلبية قمر الدين والوصفات اللي انتوا حابينها كلها، وهتشوفوها ومش هتفرق أي حاجة من اللي بره غير إنها كمان كلها فوايد. مش حاطين طبعا اي مواد حافظة. وادي البطرمان بتاعنا بنعقمه على البخار اللي طالع، ودي اسهل طريقة لتعقيم البطرمانات. يلا بقى على طول نعقم البطرمان، هننزل بقمر الدين على طول. انا والله ما عايزة اقول اقتصادي لانه فعلا طعمه جميل جدا وهتجربوه ان شاء الله وهيعجبكم. وهو لسه قافلة عليه بالظبط كده، هنزل بيه على طول في البطرمان وهو سخن وهقفله، وهيبقى كده خلاص كده اتعقم. وعلى طول بالكيس او بالاسترتش رول اللي عندك هتقفليه قفلة تمام. وما لقيتش احسن من عصير قمر الدين اللي اجرب لكم فيه الوصفة وتشوفوه قد ايه لونه حلو، وان شاء الله هيبقى طعمه حلو.
وبكده عملنا قمر الدين البيور وعملنا قمر الدين الاقتصادي. والكيس ده كنت عاملاه من السنة اللي فاتت. تصوروا بقى ان انا عاملاه من السنة اللي فاتت من غير ما احطه في الفريزر ومن غير اي مواد حافظة، وقاعد معانا لرمضان الجاي، يعني موسم كامل. مش هقولك شهر، مش هقولك 2، موسم كامل. هتلاقي الوصفة زي ما هي ناجحة. وزي ما احنا شايفين مع بعض، ادي هوت قمر الدين البيور اللي معمول في الخلاط. شايفين ملمسه قد ايه ناعم، قد ايه طري. هتلاحظوا فيه كل الفروق اللي قلناها عن قمر الدين، وما ضربناهوش في الخلاط، كنا عاملينه مع الملبن. الاتنين حلوين، الاتنين هيمشوا معاكي وهيقضوا الغرض. بيور. اللفة بنجيبها ب70 جنيه. يعني انا القطعة الصغيرة اللي عاملاها من الربع كيلو المشمش، يعني مش عاملة لي لفة بس، يعني حاجة نظيفة جدا، حاجة بيور، حاجة معمولة على ايدك، ما فيهاش مواد حافظة. تقدري تفرزيها، تعملي الكمية المناسبة ليكي. تقدري بكمية بسيطة من قمر الدين تعملي قمر دين اقتصادي. كمان انت لو ما عندكيش مش هتقدري برضو تعملي الوصفة. يعني مش هتقولي لا انا ما عنديش مش هعرف اعمل قمر الدين الاقتصادي. لا، بقولك هتعمليه وكمان بأكتر من طريقة. مفيش مش هيبقى اكيد عندك بطرمان مربى مشمش. طب انا مش عايزه احط بطرمان مربى مشمش عشان مواد حافظه، علشان خاطر ما بحبهاش كده. مش هتبقى زي قمر الدين الاصلي. لا، كمان هقولك تقدري تجيبي لفه قمر دين من الاقتصادي كمان الرخيصه، لان الوصفه هنا قمر دين اقتصادي، مش هتجيبيها من البيور. والوصفه هتبقى ناجحه معاكي، والطريقه هتكون بنفس طريقه الوصفه اللي احنا عملناها مع بعض. ودي كمان اهي بالمعلقة هنشوفها مع بعض من القمر الدين الاقتصادي. شايفين انا وريتها لكم مع بعض كده، عمالة اوديها يمين واوديها شمال واحرك فيها. ده دليل على ان هي متأصلة كويس قوي. التأصيلة دي هتفرق في الطعم، هتفرق في اللون، هتفرق في التخزين، لان احنا مش حاطين اي مواد حافظة هتطول معاكي عمر الوصفة في التلاجة. ودي البطرمان التاني اللي عملنا منه الوصفة. وده الكيس اللي انا شايلاه من السنة اللي فاتت. ايوه، من السنة اللي فاتت زي ما قلت لكم كده. بس ده كان بطريقة الجزر المبشور، واديته نص ضربة في الخلاط بعد ما استوى. الاتنين نفس النتيجة، الاتنين نفس الطعم ونفس طريقة التخزين، بس الفرق في الطريقة اللي انت بتفتحي فيها تقدري تعمليها. انا هنا البطرمان الصغير ده نص كيلو، والبطرمان الكبير كيلو، يعني كيلو ونص. وقولي معانا ربع كيلو في لفة قمر الدين، يبقى ادي كده 2 كيلو الا ربع من 3 كيلو. يعني احنا كسبانين اكتر من النص. شوفي دول بقى كده يقدروا يعملوا لنا كام لفة، وشوفي اللفة بكام. يبقى كده الوصفة اقتصادية 100%. وكمان هنا عملت من الوصفة مهلبية قمر الدين. وكمان المهلبية دي يا جماعة أنا كنت عاملاها بقالي يومين وكلنا منها، ودول كمان اللي كانوا فاضلين. شايفين الوصفة قد ايه ناجحة، لا عزلت ولا غيرت في اللون ولا غيرت في الطعم ولا أي حاجة، لأن احنا هنا مقصلين قمر الدين، مش هيغير في الوصفة حاجة. وادي هو شكلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ولفينا قمر الدين الاقتصادي رول، يعني انت تقدري تحفظيه بالطريقة دي وتقدري تحفظيه ببطرمانات. الطريقة الأسهل ليكي تقدري تحفظيه بيها. تقدري كمان تحفظيه مربعات بنفس الطريقة كده. هنفرده وبعد كده نغطيه في الكيس بتاعه، أو نحفظه في الكيس بتاعه. وبعد كده نقسمه وتاخدي قطعة بقطعة على قد استخدامك. تقدري كمان أكياس صغيرة كده على قد الاستخدام. يلا بقى احتاري واختاري في لذيذة وسهلة. وصفاتنا كلها اقتصادية، وصفاتنا كلها فعلا لذيذة وسهلة. ويا رب إن شاء الله تنال إعجابكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها وتقولوا لي في التعليقات رأيكم إيه. ومزيد من الوصفات الرمضانية في لذيذة وسهلة إن شاء الله معانا. يلا بقى كده، الوصفة تستاهل منكم لايك وأحلى اشتراك للي ما اشتركش وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.